سلام البنات، دائما مع مطبخ فاطمة المغتربة. نتمنى منكم ان شاء الله تدعموني في قناتي على اليوتيوب، لي لايك، بارطاجوا لي فيديو تاعي مع الاصدقاء تاعكم، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم بغيت نشارك معكم وصفة نتاع كاطو بمكونات سهلة ويقطع كمية كبيرة ويجي بنين وهشيش ويدوب في الفم. هاد الكاطو تقدروا ديروه في العيد بمكونات سهلة وبسيطة وبالخف يوجد، كما قلت لكم يقطع كمية كبيرة ما شاء الله ويجي بنين. هنايا في قصعه درت 2 حبات نتاع بيض، كاس ناقص سبوع تاع السكر العادي، زدت 2 مغارف صغار معمرين مليح تاع لافاني، ونبدا نخلط فيهم بيديا. تقدروا تخدموا بالباتور. هنايا الا تخلطوا مليح حتى يذوب كاع هذاك السكر. وفي هذا الكاطو غادي ندير لكم مكون سري هو اللي يخلي هذا الكاطو يقعد لاطول مده طري، ما يبش معكم ويقعد هشيش. هذا هو السر، حبه نتاع الفرماج تخليه يقعد طري لاطول مده. تزيدوا هاد الحبه نتاع الفرماج ذوبوها مليح مع هذاك السكر والبيض. وهنايا زدت كاس نتاع الزيت، تخلطوا مليح تاني هاد الزيت مع هاد المكونات، خص يتخلطوا مليح. كما قلت لكم البنات، هاد الكاطو مكونات تاعه سهله اقتصادي ويجي بنين ويتفتت ويقطع كميه كبيره ما شاء الله. كيما المناسبه تاع العيد الكبير ما يليقش فيها لي كاطو بريستيج ولي كاطو تاع الكلاصاج وكاع، يليق لي كاطو ساك كيما هادو، ولا الكعك ولا المعمول ولا حلوه الطورنو، هذا ما يليق في العيد الكبير. وهنايا زدت 2 مغارف كبار معمرين مليح تاع المايزينا و2 مغارف كبار نتاع جنجلان، ونخلط مليح هاد المكونات. وهنا بديت نزيد في الفرينه، وزدت 2 مغارف صغار معمرين مليح تاع خميره الحلويات، وانتم ديروا 2 ساشيات. ودائما نقول لكم الفرينه غربلوها في لي كاطو باه الكاطو نتاعكم يجي خفيف. وبديت نلاين في لاباط حتى تولي طريه. كما قلت لكم البنات، دعموني في قناتي على اليوتيوب، لي لايك، بارطاجوا لي فيديو تاعي مع الاصدقاء تاعكم، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والله يا البنات هاد الكاطو جا الشباب يتفتت، فيه واحد البنه ما شاء الله، سيرتو اللي يبغوا الكاطو تاع جنجلان. هنا من بعد لي لايمت لاباط درت البلا، درت فيه ورق الزبده، طليته غير بشويه تاع الزيت، ما تكتروش، غير طليه خفيفه. وبديت نسرح فيه لاباط مليح. هنايا ما عمرتش كاع البلا لا خاطرش لاباط ما عنديش بزاف، واللي دارت ضعفت كيما نقولوا الكميه، دارت 4 حبات نتاع البيض، قد هاد البلا يرفد لها لاباط كومبلي. سرحتها مليح ودرتها طيب. هيا هنا من بعد لي طابت وانتفخت، شوفوا ما شاء الله جات شابه، خليتها تحمرت. جبت هنايا فيرميسيل درت لها ناكري دوري باش ديري كولير دوري، وجبت هنايا تاني شوكولا ذوبتها ودرت لها 2 مغارف كبار نتاع الزيت، وبديت نطلي فيها على الوجه نتاع الكاطو. هنايا كل وحده دير على حساب واش عندها في دارها، اللي بغات دير كيما انا شوكولا نوار، اللي بغات دير شوكولا بلون، اللي ما عندهاش وبغات دير كونفيتور تاني دير كونفيتور وترشه بشويه تاع الكوكاو. كل وحده تزوق على حساب واش عندها في دارها. بديت نسرح فيها هنايا مليح. وهنايا في التالي بديت نهز في البلا غير بشويه باش الشوكولا هذه ما يقعدوش فيها الخطوط، يولي الوجه نتاعها املس كيما راكم تشوفوها تتبدل. من بعد هنايا بديت نرش في الفيرميسيل. هنايا ما ترفدوهاش بصبعكم لخاطرش هذاك الفيرميسيل يبدا يلصق في صباعكم، لا كولور تبدا طيله. جبت مغرف وبديت نرش غير بها، نرفد بالمغرف ونرش كيما راكم تشوفوا.
هنا ما تقطعوهاش تمتم، خلوا حتى الشوكولا تجمد مليح، حطوها الوقت باش تجمد، من بعد عاد تقطعوا. شوفوا الشكل تاعها كي جا شباب. هذيك الفيرميسيل درت لها ناكري دوغي، عطاها كولور شابه ما شاء الله. ميم الكلاصاج جا ميغواغ شباب. ها هو هنا بعد لي نشفت قطعتها ودرتها في لي كيسات، جات شابه ما شاء الله. ديكور تاعها سامبل وشباب، مكونات سهله وجات شابه وجات تفتت ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وقلت لكم تقطع كميه كبيره ما شاء الله. هاي قسمت معاكم حبه كيما راكم تشوف. عند وين حطيت الخدمي تتفتت ما شاء الله. قلت لكم نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تردوا عليا في الكومونتير. ودرك ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير، تهلوا في رواحكم، في وصفه جديده ان شاء الله وفي فيديو جديد. بالسلامه.